اللو كارب دايت مش نظام حرمان ولا تجويع. في ناس مقتنعة ان اللو كارب علشان ما فيهوش لا عيش ولا رز ولا مكرونة يبقى ايه ده كده، احنا هناكل ايه؟ فين الاكل؟ للأسف لو فكرتوا شوية هتلاقوا ان العيش والرز والمكرونة دول مكملات اكل مش اكل. يعني ما فيش حد بياكل في الوجبة عيش حاف، ما فيش حد بياكل طبق رز من غير ما يكون جنبه حاجة، او طبق مكرونة ما يكون من غير ما يكون معاه حاجة. اكيد العيش والرز والمكرونة دول بناكلهم جنب اكل زي البروتين زي الخضار، اكيد ما بيتاكلوش لوحدهم. فاحنا في اللو كارب كل اللي عملناه ان احنا شلنا مكملات الاكل اللي هي ملهاش لازمه دي، وحطينا بدلها الاكل اللي هو جسمنا محتاجه، اللي هو الاساسي، اللي هو بيبقى عباره عن بروتين وعباره عن خضار، اللي هي طبعا مزيج من الفيتامينات والمعادن والنشويات المعقده. ده غير طبعا البقول اللي هي عبارة عن مزيج من البروتين والكارب. يعني لو ركزتوا شوية هتلاقوا ان مفيش حرمان، كل اللي عملناه ان احنا غيرنا نوع النشويات من النشويات البسيطة اللي هي بترفع سكر الدم، فبتخلينا طول الوقت جعانين وعمالين نتنقل ما بين ناكل ونحلي. بعد ما نحلي لا جوعنا، عايزين وجبة خفيفة، مش قادرين على وجبة جامدة، عايزين ساندويتش على اساس ان الساندويتش ده يعني ده حاجة خفيفة، وللأسف الساندويتش ده بيبقى نصيبة سودا. فلو عايزين تعملوا لو كارب دايت ومش عارفين تاكلوا ايه، هتلاقوا عندي وصفات لذيذة قوي متنوعة. هتلاقوا الطبق مليان، عشان لما العين تشوف الطبق مليان بتشبع قبل ما تاكل. هتاكلوا أكل لذيذ مشبع، سعراته نسبيا معقولة. الوجبة فيها كل العناصر اللي الجسم محتاجها من بروتين وألياف ودهون صحية ونشويات معقدة، بعيدا بقى عن الرز والعيش والمكرونة والشوفان وكل الحاجات دي. هتلاقوا بدايل صحية ومتنوعة ومشبعة ولذيذة، ما تخليكوش متضايقين وانتوا عاملين دايت. هتلاقوا أفكار تساعدكم مع الاستمرار ونزول الوزن بشكل صحي. وده مثال لفطار النهاردة، عبارة عن كريب الحمص، طبعا من غير لا جلوتين ولا قمح ولا شوفان. عملت عليه بيضتين مقليين، حطيت عليهم شريحة من الجبنة الشيدر وشريحة من التركي وشوية ورق خاص. طبعا انتوا تقدروا تحطوا اللي بتحبوه، جبنة قريش، جبنة بيضة بالطماطم، جبنة وزيتون، بيض مسلوق، بيض بالبسطرمة. طبعا هتقللوا الدهون وتعتمدوا على الزبدة او السمنة البلدي او زيت الزيتون، بس بنسب قليلة قوي. طبعا مش زي الكيتو دايت، بيبقى الدهون عندنا اقل كتير من الكيتو دايت. طبعا لازم تهتموا بالألياف في الوجبة، يعني الطبق يكون مليان خضار زي شرايح طماطم، خيار، خس، زيتون. الحاجات دي بتبقى مشبعة جدا، بتملى الطبق، تملى العين نفسها، تحس ان انتوا بتاكلوا ان الطبق مليان، فتحسوا انه يعني انتوا بتاكلوا بالراحة كده هتحسوا ان انتوا شبعتوا ومش عارفين. انا شخصيا لما جيت اكمل حسيت ان انا مش عارفة اكمل الطبق ده كله، حسيت انه فعلا كتير ومشبع جدا. جربوه، والف صحة وهنا، واشوفكم على خير. باي باي.